رحلتنا النهارده هنتكلم فيها عن الكوين اي اي، واحد من الاي اي الموجوده في زماننا دلوقتي، وهو انتاج لشركه علي بابا كلاود، ودي شركه صينيه. كوين اي اي، يعني انا كتبتها بالعربي بس هي طلعت فاوريدي اتس اوكي، يعني كوين اي اي. هندخل كده. اول حاجه من الكوين اي اي ان انا ممكن اعمل له داونلود، يعني ابلكيشن اعمل له داونلود. هنشوف احنا عايزين نداونلود فين، موبايل ولا ديسكتوب. فلو موبايل فيه للاندرويد، فيه للاي او اس، فيه للماك او اس كلابات بقى او اجهزه كمبيوتر، يعني فيه للويندوز. فلو انا دوست على ده هيعمل لي داونلود للويندوز. فيلا نعمل داونلود، وتعالوا نرجع لكوين شات كده، هو هنسيبه يحمل ونرجع لكوين شات ونقول له ستارت ناو. فهنلاقي هنا في حاجات كتيره اهي، في ايمج اديت لو انت عايز تعدل في صوره، ويب ديف لو انت شغال مبرمج وعايز كود، ديب ريسيرش بحث قوي، ايمج جنريشن انتاج صوره، فيديو جنريشن مش نشطه لان انا لسه ما عملتش لوجن، وفي مور، في حاجات تانية ممكن نشتغل عليها. طب تعالوا نعمل لوجن او ساين اب. لو انت لسه مش عامل ساين اب، انا هنا عامل لوجن، هقول له لوجن بده. يو ار لوجد ان، انا كده تمام. وتعالوا نبدا نبص على انا كده الابلكيشن بتاعي اتحمل، كده الابلكيشن بتاعي بقى موجود على النسخه عندي، هنشوفه معانا. الايمج اديت عندي صوره وعايز اعدل فيها. الويب ديف زي ما قلنا انا هشتغل على حاجه. طب تعالوا نجرب الايمج جنريشن. حاجه اقول له أم، السلام عليكم كده، وهرفع. فلو خدت بالكم انا لما قلت السلام عليكم ابتدى ينشئ لي صوره لكلمه السلام عليكم دي على طول. هو فاهم خلاص ان انا دخلت في الايمج جنريشن، فانا عايز اكريت صوره بشكل مباشر. فهيبدا يكريت لك كل ما له، يعني زي ما انتم شايفين حاجه ليها علاقه بكلمه السلام عليكم. واخدين بال حضراتكم معايا؟ طيب، لو انا عملت نيو شات وتعالوا كتبت كده السلام عليكم من غير ما اختار حاجه من تحت، السلام عليكم كده، وعليكم السلام كيف يمكنني مساعدتك اليوم. فهاجي اقول له تحدث معي باللغه العربيه باللهجه المصريه. انتر. اهلا بك، تفضل احكي يا كبير، عايز نتكلم في ايه النهارده؟ فطبعا بيكلمني بالمصري ولا اجدع ابن بلد زي ما بنقول. فطبعا هو بيدعم اللغه العربيه بشكل خرافي، ومش كده وبس، لا وكمان بيبدا يمين. في اي ايز تانية بتكتب عربي بس بتلاقيه بيكتبها من ناحيه شمال الصفحه، يعني يسار الصفحه، لكن هو بيدعم الموضوع ده بشكل خرافي جدا. طيب، كل حاجتك طبعا موجوده هنا زي اي اي تانية، كل الشات القديمه موجوده هنا. فانا كنت عامل صوره ولد بيلعب في نادي، فلو حضراتكم بصيتوا هتلاقي صوره الولد هو مكريتها. الصوره دي هو حرفيا هو اللي مكريتها من الالف الى الياء. لو انا عملت تحسين الصوره الواقعيه هتلاقي هنا وبيحسن الصوره، بس الصوره ما طلعتش، اداني ايرور، فبيقول لك الجنريت ايرور. السلام عليكم دي اللي هي اللي انا كنت كاتبها. فتعالوا ندخل بقى على الايمج جنريشن ونشوف عمليه الانشاء. فهنا عايز صوره قطه في منزل كده، وهقول له انتر. طبعا عمليه الانشاء دي زيه زي اي تاني، لو طولت شويه هيديك ايرور. ما طولتش، فطبعا هو هنا اداك الصوره بصوره في البيت. طبعا زيها زي اي صوره بتطلع من الاي اي. الفرق ان انت هتكتب له ايه عشان يبدأ يطلع الصورة زي ما انت عايز. فكل ما هتشرح له هنا اكتر كل ما الايمج جنريشن تطلع بشكل افضل. تعالوا نعمل نيو شات، وتعالوا ندخل في الويب ديف. لو دخلت على الويب ديف وقلت له عايز
كود بسيط لصفحة نت، كود بسيط لصفحة نت. وتعالوا نعمل كده. هيبدأ يقسم لك الصفحة بالنص، هنا بيقول لك انه بيعمل الحاجة، وهنا بيبدأ يكتب لك الكود. هنا بيكتب الكود كامل، لو خدت بالكم انا ما قلتلوش اي حاجة من الخصائص دي، هو اللي بيكتبها كاملة. بعد ما هيبدأ يخلص هنبدأ نشوف البريفيو بتاعتها من هنا. فما بالك بقى لو انت اديت له الحاجات، يعني كتبت له هنا تفاصيل الحاجة اللي انت عايز تكتبها. هو كده خلص الصفحه ونقل على البريفيو، وعايز يوريك الصفحه دي طالعه عامله ازاي. مرحبا بك في صفحه الانترنت، وبيقول لك ابحث عن الحاجه اللي انت عايز تبحثها، والرئيسيه والمفضله والاعدادات. حاجه لو انا كبرت الصفحه، حاجه في منتهى الجمال. فتعالوا نعمل اسكيب عشان نخرج. انا كده بقيت شايف الحاجه قدامي تم انشائها. فالتمكن هنا ان انت تقدر تكتب له الحاجه اللي انت عايز تنشئها، وهو يبدا ينشئها لك. خلي بالك ده المود اللي اسمه ايه؟ ويب ديف. طب تعالوا نعمل شات جديد. لو انا عايز فيديو جينيريشن، فطبعا هو مديك حاجات يعني نماذج يوز برومبت، ممكن استخدم ده استخدم ده، فزي ما انا عايز يعني. فتعالوا نقول فيديو لمجموعه ظهور، وندوس كده. هيبدأ يكريت لي الفيديو. مدى القوة اللي موجودة في الكوين اي اي حاجة شرسة، بيعمل منافسة شرسة مع الاي ايز التانية. وبرضه هنا بيبدأ يحمل لك الحاجة، ونخلي بالنا ان عملية التحميل دي لو طولت زيه زي اي اي تاني ممكن تلاقيه وقف، لان هو خد وقت اكتر من المفروض يتم الانشاء فيه. معنى كده ان في ايرور حاصل عنده. وهو طبعا بيبلغك حاجه زي الشكل اللي كان موجود آه، في تحسين الصوره الواقعيه دي، لما قال لي جنريت ايرور كده. دي خد وقت اكتر من الوقت اللازم. طب تعالوا نرجع للفيديو، هو هنا لسه بيحمل. طبعا بياخد وقت لان ده فيديو. الجميل في الموضوع بقى ايه؟ الجوده اللي انت عايز بيها، 1:1، 3:4، 4:3، 16 ل 9، 9 ل 16. السايز كانك بتتكلم السايز بتاع الحاجه عندي عامل ازاي. طبعا هو هنا شغال 19 ل 6 اللي هو الشكل ده. كل دي حاجات هو بيقدر يديهاني. هو هنا بيجنريت. هنا كل الشاتس طبعا اقدر اشتغل عليها. لو انا عايز الغي حاجه معينه اقدر ادخل على ده، اعمل لها رينيم، اعاده تسميه، ارشفها، عايز اعمل لها داونلود، عايز اعمل لها ديليت. كل دي حاجات الاي اي، الكوين اي اي بيقدر يعملها. ويمكن عمليه انشاء الصور وانشاء الفيديوهات فيه اقوى من اي ايز تانيه. طب تعالوا نبص كده. لو انا دخلت على نيو شات وتعالوا نقول ديب ريسيرش، فهتلاقي بيقول لك بقى حاجات تقدر تعمل عليها ريسيرش. انت عايز تستخدم مين؟ فهنا مثلا الفيتامينز كده، هيبدأ يكلمك على الحاجات الفيتامينز، تشاينيز بيبول، وايه يعني ايا كان بقى المقال اللي هو هيبدأ يكلمك عنه. فطبعا حاجة يعني في منتهى القوة. الحاجات دي كلها احنا لازم نتعلمها ونتمكن منها ونتقنها، لأن عاجلا أم آجلا سواء بإرادتنا أو مش بإرادتنا الاي اي بقى ليه وجود، ولازم هنتعلمه ولازم هنستخدمه في مجالاتنا وفي شغلنا وفي حياتنا. بالنسبه للمبرمجين انا وريت الويب ديفلوبمنت بيبقى عامل ازاي واقدر اشتغله ازاي. مهم جدا ليك كديفلوبر ان انت تعرف البرومبت انجينير وتتعلمه كويس، عشان تقدر تنادي على الحاجه اللي هو عايزها، وتكتب له التفاصيل، تنادي على الحاجه اللي انت محتاجها يعني، وتكتب له التفاصيل فعشان يقدر هو يطلع لك الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. طيب
بالنسبه بقى للداونلود اللي احنا عملناه هنا، الداونلود دلوقتي ده البرنامج الابلكيشن نفسه. الابلكيشن لو انا تعالوا ندخل على الداونلود اهو، ده شكل الابلكيشن. انا اقدر بقى اسطبه واعمل له عمليه تسطيب عندي على الجهاز واشتغل عليه. فطبعا هو هنا اهي بيقول لك anyone who use the computer قول يوزر ولا only for me اللي هو اشرف، فانا هقول له ايوان ونيكست. هيطلع لي الرساله اللي هي بيقول لي انت عايز البرميشن، فهقول له يس. بعد كده بيقول لي انت عايز تسطبه فين، فهقول له انستول. طبعا هو ده دلوقتي بيسطب كده، هو خلص فينيش. طبعا العلامه بتاعته اهي دلوقتي بقى موجود عندي على الجهاز. بعمل له لوجن بقى، شايفين نفس الصفحه بالظبط، نفس المنظر بالظبط بالظبط، ودي مش نشطه لان انا لسه ما عملتش لوجن. هنيجي نعمل لوجن كده، هيرجعني على الصفحه دي. هبدا اكتب بقى اللي هي كود فيرس، كود فيرس اكاديمي ات اوتلوك دوت كوم، وهنكتب هنا الباسورد. لوجن. بيقول لي في واحده فيهم غلط، فماشي. لوجن لسه برضو فيها واحده غلط. كود فيرس اكاديمي، ماشي ايه. لوجن. بس كده انا بقيت لوجن. بيقول لك ازاي تراي تو اوبن مش عارف ايه، فاقول له اوبن خلاص. فكده انا بقى الابلكيشن بتاعي اوريدي خلاص بقيت لوجن. جود مورنينج جود فيرس اكاديمي، انا بقيت لوجن وجاب لي كل الحاجات اللي انا عاملها على البراوزر بتاعي. خلي بالكم البراوزر بتاعي هو لسه بينشئ الصوره، لكن انا كنت عامل لوجن عندي هنا وجاب لي كل الحاجات. دلوقتي انا لو دخلت على فيديو الظهور ده هيبدا يجيبه لي عندي كده، بقى الابلكيشن موجود عندي كده. انا مش محتاج ده خلاص اهو. هو اوريدي بيكريت الفيديو من هنا. طبعا خد وقت طويل، ده طبيعي جدا في اي ان هو هياخد وقت في الجنريت الفيديوهات يعني. طيب تعالوا نبص، لو انا عملت على نيو شات كده ودخلت هنا هنلاقي بقى في حاجات. انت بيقول لك مثلا كوين 3 في ال ده سترونج فيجن لانجويج موديل بيزد اون كوين 3، يعني بيقول لي انت شغال على سترونج بموديل معين. هنا الكودينج سترونج كودينج، في حاجه ليها علاقه بالكودينج، فدي معنى كده ان في اصدارات. الاصدارات دي كل حاجه منها بتعمل وظيفه، ودي قصه تانية خالص. فلو انا جيت قلت له انا عايز كوين 3 كودر، كوين كوين 3 كودر، وكتبت له هنا ما هو كوين 3 كودر، وتعالوا نعمل كده ونشوف هيقول لنا ايه. بيقول لك في لحد تاريخ معرفته في يونيو 2024 مفيش نموذج بالاسم ده من مجموعه نماذج كوين مش عارف ايه ادعني. بعد كده بيبدا يشرح لك هو بيعمل ايه بقى. لحد لم تعمل موجود على بقى رسميا عن نموذج بالاسم ده اللي هو كوين 3 كودر، لسه ما عملش حاجه معينه بيه. يعني بمعنى اصح انك اي واحده من دول لما بتبدا تستخدمها بيبدا يقول لك انت عايز تعمل ايه، وبيشرح لك بالتفصيل انت عايز تعمل ايه. فطبعا كل دي حاجات امكانيات موجوده جوه كوين 3 اي اي، او بمعنى صح كوين اي اي. بتقدر انت تستخدم بقى على حسب هو ما هيقول لك انت عايز تستخدم ايه، وعلى حسب البرومبت اللي هتكتبه هنا. يعني ايه برومبت؟ يعني الكلام اللي هتكتبه هنا توصفه له هنا وهو يبدا يديك النتيجه
بتاعته. تعالوا نرجع للفيديو بتاع الظهور، هو لسه 99%. عايزين نشوف مدى قوة الفيديو اللي هو أنشأه. طبعا هو يعني خد وقت قوي، وقت طويل. فخلونا نعمل ايه؟ لو انا جيت عملت على شات جديدة نكمل شرحنا، وهنبدأ نسأله على حاجة بقى من الحاجات التانية، زي مثلا help me get advice، brainstorm، analyze image، news. فلو انا قلت له انا عايز اسأل عن النيوز، فبيقول لي tell me recent development مش عارف ايه. او لو انت مش عايز ولا واحدة من دول، بيقول لك tell me to programming news، اخر اخبار البرمجة. هنا هيبدأ يتكلم على البروجرامينج، فبيبدأ يسيرش في الويب، وبيبدأ يطلع آخر الأخبار عن البرمجة، عمل إيه وعمل إيه، وبيبدأ يكلمني عنها بالتفصيل. فطبعا حاجة في منتهى الجمال. نرجع للفيديو بتاعنا كده، فادي الفيديو. كده الفيديو خلص معانا. تعالوا نرن كده. فطبعا زي ما انتم شايفين حاجة في منتهى الجمال. طبعا الاي اي باين فيه، بس انت كل ما ندي كلام هنا ونشرح له اكتر احنا عايزين ايه الفيديو، كل ما هيبدأ يطلعه لنا. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش شير ولايك للقناة. تابعنا على كود فيرس اكاديمي يوصلك كل جديد. السلام عليكم.